غنكملوا على القصه ديالنا. الظلام كان كحل اكثر من الكحل براسو. ديك اليد اللي تحطت على كتفي كانت بارده بحال ليله جايه من وسط شي ثلاجه. وداك الصوت اللي قال لي شكرا حيت وصلتينا لهنا كان صوت مألوف، صوت كيشبه صوتي انا ولكن بواحد الحقد ما كاينش في البشر. على غفله المقطوره بدات كتلاشى بحال كانت غير الضباب كيتمحى. لقيت راسي ما بقيتش فوق الكراسه ديال التران، وليت واقف فوق ارض فازكه بالماء والغموليه. حليت عيني بشويه وبان لي الضبابه مغطيه كلشي. انا ماشي في كازا وانا ماشي في شي نفق، انا وسط غابه غريبه. الشجر كان عالي بزاف والحيوط ديالو غلاظ ومغطيين بواحد الخز. الغابه كانت ساكته، سكات الموت، لدرجه انني كنت كنسمع دقات قلبي كضرب في ودني. درت ورايا برعب وانا مخلوع، ما لقيت حتى حد. ديك اليد غبرات ولكن الاثار البروده ديالها باقا لاصق في كتفي. تمشيت شويه وسط الشجر ورجلي كيغرقوا فوق الوراق ناشفين، وشويه بانت لي نادا كانت واقفه مورا واحد الشجره قديمه، وجهها كان مخطوف وحوايجها مشرقين. غير شافتني حطت صبعها على فمها وقالت لي بصوتها كيترعد غورو سكت، الشمامين راه دايرين بينا. ليلى جراتنا لهاد الغابه حيت هي الريه ديال اركون، هنا فين كيتخباو الناس اللي تلفوا في 1999 وما بقاو لا احياء لا موتى. سولت وانا قلبي غيخرج، فين هو داك التران وكيفاش وصلنا لهنا؟ ناضا جراتني من يدي الكحله بالجد. التران كان غير قنطره، اركون بدات كتبلع في الحاضر ديالك غورو. ليلى بغات تدي منك الكارني الكحل هنا وسط هاد الشجر، حيت الا تفتح الكارني وسط هاد الغابه غتكتب نهايه كازا بيديك. شويه سمعت صوت دقاقيش ورايا، درت وبانوا لي خيالات طوال كيتحركوا وسط الضباب. ما كانوش بنادم، كانوا بحال الضو، لابسين حوايج قدام وعينيهم كيلمعوا بواحد الضوء خافت. ليلى بنت وسطهم كانت غاده وكتقرب ببروده، وفي يدها كانت هازه فانوس مضوي بماده كحله كتسيل. ضحكات ليلى وقالت علاش هرب اغورو؟ هاد الغابه هي دارك الحقيقيه. شفتي هاد الشجر؟ كل شجره هنايا هي ذكرى نسيتيها، وانت دابا جيتي باش تكمل داك الكارني. نادى غوطاك غورو، حس في 16 دغيا تما كاين الرسم ديال الطريق، حط سبعك فوق السكه اللي مرسومه تما وما تهزوش حتى تخرجنا من هاد الغابه. حليت الكارني ويدي كحله وبدات الصفحه 16 كتشعل بواحد الحراره مجهده. الرسم ديال السكه بدا كيتحرك في الورقه بحال شي حنش. حطيت صبعي وحسيت بالارض بدات كتزلزل تحت مني. الريح بدا كيصفر والشجر بدا كيتلوى. ليلى وداك الظلام والخيال اللي كما كاين معاها بداو كيجريو جهتنا بسرعه. ناضي زيرات على يدي وقالت غمض عينيك وما تحلهمش حتى تسمع صوت الترامواي. حسيت براسي كنت تدفع لواحد الحفره غارقه والصوت ليلى كيتلاشى ورايا. غنتلاقى بضرب السلطانه قولوا تما فين يكون البيع والشراء. فقت لقيت راسي طايح قدام واحد الحيط قديم في درب السلطان. الزنقه كانت خاويه ومظلمه والبرد كيصفر. شفت في يدي لقيت الكحوليه ديال الكارني بدات كتزاد، وشفت في الحيط اللي قدامي كانت مكتوبه فيه جمله بالصباغه كحله يلا سالات دار الوراثه دخلها من هنا. وقفت قدام داك الحيط اللي مكتوب فيه دار الوراثه. الزنقه كانت ميته ما فيها حتى شي هد، حتى المشاش اللي كيكونوا في درب السلطان ما كاينينش، بحال كلشي هرب من هاد القنت. ندى وقفت جنبي كانت كتمسح المداد من وجهها
وقالت غورو هاد الدار ما عندها السارود، كتحل غير بالريحة ديال الدم. رد بالك لداخل غنلقاو با قاسم، كان هو الحارس ديال هاد الدروبة هادي 30 عام، ولكن أركون عطاتو حاجة أخرى. حطيتي دير كحل على الباب ديال العود القديم، غير قصتو الباب تفتح بوحدو بواحد الأنين كيشرق القلب. دخلنا لوسط الدار، الضو كان قليل والريحة ديال البخور مخلطة مع ريحة الغمال. في القنت كان جالس واحد الشيباني لابس جلابة كحلة مغطي وجهو بواحد اللتام. كان قدامه واحد السطل ديال النحاس عامر بواحد السائل كحل كيبري. هذا هو با قاسم. بلا ما يهز راسو قال بصوت مجروح: جيتي يا ولد الورثة، وجيتي معاك الأمانة. زعما قصدت الكرمي. ليلى راه الفوق كتسنى الأذان ديال الظلمة باش تسد الدائرة. نادى قربت منه وقال: با قاسم عاوننا نخرجوا هادشي من هنا، كاسة بدات كتغرق في المداد. الشيباني هز راسو بشويه وبانو عينيه ما كانوش عينين، كانوا بحال شي جوج قطرات ديال الزفت. مد يدو السطل ورش علينا داك الماء الكحل وقال: هاد الماء غيخبي ريحتكم من الشمامين ديال ليلى لمدة ساعة. طلع الدوزيام ايطاج، تما كاين بيت المرايا، تما فين كلشي بدا وتما فين كلشي غيسالي. طلعنا للدروج اللي مصوب بالعود. نادا كانت شاده في يدي بالجهد، وحست البيت ديالها كترعد. قالت لي: كورو با قاسم مسكين راه مات هادي 10 سنين، هادشي اللي شفتي لتحت هو غير خيال. خلاه اركون باش يحضي الباب، ما تيق في حتى حد هنا، تيق غير في دقات قلبك. وصلنا لواحد الباب مصبوغ بالخضربات، غير حليناه لقينا راسنا في بيت كله مرايات. في كل حيط كاينه مرايه كبيره، ولكن الغريب هو ان المرايات ما كانوش كيعكسوا البيت، كانوا كيعكسوا تصاور قديمه ديال عائلتي. شفت الوالد، شفت الوالده وهي شاده فيا وانا صغير، وشفت لقطه في 1999 لقطه لواحد الراجل لابس لبسه ديال المخزن قديمه كيعطي الكارني الكحل الوالد ديالي في نفس هذا البيت. وعلى غفله المرايات كلهم بداو فيهم الضباب، وبانوا جهليلة وسطهم كاملين. ضحكات بواحد البرودة وقالت: شتي اغورو، باك هو اللي جاب لنا لهاد الدار، هو اللي سنى العقد بسميتك قبل ما تزيد. دابا خاصك غير تكمل صفحة 17 ببصمة الندم وغتولي حر. نادى غوطات: ما سمعش ليها، صفحة 17 هي الفخ، الا سنيتي غتولي انت هو الحارس ديال هاد الدار الابد، وليلى غتخرج الكاسه بوجهك انت. حسيت بالكراني في جيبي بدا كيسخن بواحد الطريقه غريبه. جبدتو ولقيت الصفحه 17 تفتحات بوحدها، كانت خاويه وفيها غير واحد الدائره ديال الندى كتسنى صبعي. البيت كان بارد، والضو ديال الزنقه اللي داخل من الشارجم كان كيعطي واحد اللون بعد. المرايات شفت في ندى لقيتها واقفه بعيد على المرايات بحال خايفه تشوف راسها فيهم. قلت لها: ندى، هاد التصاور اللي في المرايا هادشي طرا بصح، واش الوالد كان عارف هادشي كامل؟ ندى شافت فيا بواحد النظره حزينه وقالت: باك كان باغي يحميك غورو في 1999 فاش كازا تقلبات بالمداد، هو اللي تطوع باش يسد هاد الدار. ولكن ليلى لقات الثغرة، لقات بلي الوارث اللي هو انت هو الوحيد اللي يقدر يحل العقد ويسدو بمرة. قربت من الكارني اللي كان مفتوح في صفحة 17، الدائرة اللي كانت مرسومة تما بالدم بدات كتنشف بحال كتسنى شي قرار مني. شوية ليلى بدات كتخرج من المراية الكبيرة اللي قدامي. ما خرجتش كوحش، خرجت كبنت عادية لابسة حوايج قدام وشعرها مجموع.
وقفات قدامي وشفت باللي وجهها كيشبه لوجه ندى بواحد الشكل غريب، بحال الا كانوا توام ولكن وحده عاشت في الضوء وحده في الظلام. قالت لي يا ليلى قورو، ندى كتخبي عليك نص الحقيقه، نص صفحه 17 ماشي فخ، هي شهاده الوفاه لهاد الكابوس. الا بصمتي هاد الدار غتهدم واركون غتموت ونادى غتموت معاها، حيت ندى هي مجرد ذكرى من داك العام ما عندهاش بلاصه في 2026. درت جيت ندى بصدمه، واش هادشي بصح؟ واش انت غير ذكرى؟ ندى هبطت راسها ودموعها نزلوا. انا هي الامانه اللي خلى باكا غورو، انا هي الجزء اللي بقى نقي من داك العام. الا ستيشي الدار انا غنغبر ولكن كازا غتعيش. ليلى ضحكات وقالت علاش تضحي بالصديقه ديالك؟ قلب الصفحه 18، الصفحه 18 فيها عهد جديد غنعيشو كاملين انا وانت وندى في كازا اللي ما كتموتش، كازا اللي فيها كلشي كيبقى صغير وما كيكبرش. يدي كانت كترعد فوق الكارني، كنت بين جوج نيران، نمسح ندى من الوجود ونعتق كازا ولا نخلي الدار محلوله ونعيش في وهم ليلى. في ديك اللحظه سمعت صوت مهراز بقاسم من تحت كيضرب بالجهد، دقه جوج ثلاثه، بحال كيقول لي الوقت كيسالي يا ولدي. شفت في يدي الكحله وحسيت بواحد الحراره غريبه، هزيت صبعي باش نبصم في الدائره ولكن ندى جرات يدي وقالت قورو شوف ورا المرايه ما تشوفش فيها، السحر ديال ليلى كاين في الانعكاس، الحقيقه كاينه في الحيط اللي هز المرايه. ضربت بكتافي المرايه الكبيره اللي كانت قدام بكاع جهدي، الزاج تشتت ولكن مورا المرايه ما كانش، كان الحيط كان واحد بحال حفره مظلمه وفيه واحد الصندوق ديال العود مكتوب فيه سميه الوالد ديالي. ليلى غوطات وجهها بدا كيتمسح. لا ما تحش الصندوق، تماك فين كاين المداد الاصلي. قربت لداك الصندوق اللي كان مخبي ورا المرايه المهرسه. الصندوق كان ديال العود ثقيل ومسدود بالشمع كحل. ندى وقفات ورايا كانت كتنهج وصوتها كيتقطع. قورو هاد الصندوق فيه مداد الخام، ليلى كانت خايفه منه حيت هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تمسح الكارني ماشي غير تكتب فيه. الا دهنتي يدك بهاد المداد وفتحتي الصفحه الاخرى غتقدر تمسح اركون من جذرها. ولكن سكتات ندى، شفت فيها وقلت لها ولكن شنو؟ جاوبتني ودموعها نازلين ولكن المداد كيحرق الروح، اللي كيقيسو باش يمسح كينسى شكون هو. تعتق كازا ولكن غتولي صفحه خاويه بلا ماضي بلا ذكريات. شفت في ليلى كانت بدات كتلاشى بحال الدخان وكتغوط بواحد الهستيريا. ما تيقعاش المداد غيغرق الدرب، كاسا غتولي كحله. حطيت يدي على الصندوق غرقستو، الشمع الكحل داب بوحدو وتحل الصندوق. الداخل ما كانش كان غير كنز ولا ذهب، كاين بحال شقرعه ديال المداد قديمه ديال الزاج، وداخل ديالها واحد السائل كحل كيتموج بوحدو بحال الا فيه الروح. هزيت هذيك القرعه وحسيت بالبروده ديالها دخلت لعظمي. ليلى في ديك اللحظه هجمات عليا بكاع الجهد اللي بقى ليها، وجهها ولا عباره على بحال شي طقبه كحله. ندى وقفت قدامي ودفعتها بيديها، تفرقي على المرايات اللي بقاو في البيت، زلزل الدار كامله. ندى غوضات حل القرعه قولو. حليت السداده ديال القرعه وخرجت منها واحد الريحه غريبه، ريحه الشتا فوق الزفت، ريحه البخور قديم. خويت المداد فوق يدي الكحله وحسيت بواحد الحراك خيالي بحال يدي كتكائل. جبت الكارني الكحل وفتحت الصفحه الاخرى اللي كانت خاويه.
ليلى بدات كتجرني من رجلي وهي كتغوط. حطيت يدي اللي عامر بالمداد فوق الصفحه وبديت كنمسح في كاع الكلمات اللي كانوا كيبانوا ليا بالكحل. تجيك اللحظه البيت بدا كيغبر، نادى وجهها كيتمحى بشويه وهي كتبتسم. ليلى دابت تماما، ولات غير بقعه كحله في الارض. الظلام غطى كلشي، حسيت راسي بحال نقزت في شي بير ما عندوش قاع. البرد كان كيضرب ليا في وجهي والودنين ديالي بداو كيصفروا بالجهد. في واحد اللحظه حسيت بظهري تفرقع مع الارض، بقيت غايب على الوعي شي ثواني. ومن بعد بدات الصوره كتوضح. لقيت راسي طايح فوق الرمله فازقه وبارده. حليت عيني بشويه، لقيت راسي تحت قنطره تيتملي في لوطورود ديال كازا. الدنيا كانت مضببه بزاف، والضو ديال البولاط كيشعل وكيطفى بواحد الطريقه غريبه. وقفت وانا كنهج، عظامي كلهم كيضروني. يدي الكحله ما بقاتش كحله، ولكن ولات زرقاء بالبروده وفيها واحد العرق كيضرب بالجد. ندى كان جالسه حدايا شاده في راسها وكتبكي بلا صوت. قربت منها وقلت لها بصوت مبحوح: ندى، واش حنا رجعنا؟ واش هادشي سالا؟ شات فيا بواحد العينين كلهم رعب وقالت: ما سالا والو كورو، ديك الصفحه اللي مسحتي بالمداد ما تمحاتش، هي غير تفرقات. ليلى دابا ولات جزء من الضبابه اللي دايره بكازا. شفتي هاد البرد؟ هذا راه ماشي جو طبيعي، هادو هما انفاس اركون اللي خرجوا للزنقه. غلا غفله. وقف علينا واحد المخزني لابس مونطو كبير وشد في يدو ترموس ديال القهوه. شاف فينا بواحد الشوفه بارده وما سولناش شكون نتوما ولا اش كديروا هنا. قال لنا بصوت غريب بحال كيقرا في شي وصيه: دريس الوريد اللي هو باك كان كيقول باللي ديما السحام كيخبي الشياطين. دابا الدرب كله عامر بيهم والناس كيسحب ليهم غير الرواح اللي ضربهم. طلعوا لشارع الفداء، تما فين كاين الخبر اليقين. قبل ما نسولو داك الراجل غبر وسط الضبابه بحيله ما عمره ما كان. نادى وقفات وزيرت عليه يديها: كورو، داك الكامل الكحل اللي كان في يديك شفتو كيدوب في يد ليلى فاش كنا كنطيحو. هادشي كيعني بلي ليلى دابا عندها الخريطه وحنا عندنا غير الندم. تمشينا وسط الطرود اللي كانت خاويه، والكلاب ديال الزنقه كانوا كيشوفوا فينا وكيتراجعوا اللور بحال كيشوفوا عزرائيل غادي بجنبهم. وصلنا لشارع الفداء ولقينا الدنيا مبدله، الحوات كلهم مسدودين ولكن الضو داخل كان شاعل، والناس كانوا واقفين قدام شراجم ديال ضيورهم كيشوفوا الزنقه بعينين محلولين وما كيرمشوش. ناداه همسات في ودني: شفتي يا كورو؟ هادو هما المنسيين. ليلى بدات كتجمع الجيش ديالها: خاصنا نوصلوا لجامع السنه قبل ما يود الفجر، حيت تما فين مخبي الساروت اللي غيسد هاد الضبابه. في ديك اللحظه سمعنا صوت موتور قديم جاي من بعيد. واحد السيكليس وقف حدانا، وجهو كان مخبي بكاس كحل ومد لينا واحد الورقه مطويه مسدوده بالخاتم ديال الوالد. قال لينا ومشى كيجري: باك كيسلم عليك وكيقول لك الصفحه 18 ما كايناش الكناش، الصفحه 18 هي انت. شداتني الترعيده، شفت الخاتم ديال الوالد في ديك الورقه. داك الخاتم كان الوالد كيحيدو غير فاش كيبغي يتوضا، ومن نهار غبر في 99 ما عاودنا شفناه. نادى قربت مني عينيها كانوا كيلمعوا بواحد الخوف غريب وقالت بصوت مبحوح: كورو، ما تحلش ديك الورقه دابا، هاد الشارع راه كله ودنين. شوف دوك الناس في الشراجم، شفت في العمارات اللي دايرين بينا في شارع الفداء بنادم كان واقف ورا الزاج، عيالات ورجال وشيبانيين.
كلهم كيشوفوا فينا بواحد الجمود كيخلع، ما كاين لا حركه لا هضره، غير الضبات كيخرج من وراهم بحال الا المدينه كامله ولات اصنع. نادا جراتني لواحد الزنقه مضيقه بعيده على الشارع الكبير، تما تحت واحد البوله كتسيني كتطفى وكتشعل. حليت الورقه بيدي اللي باقا كتحرقني. الورقه كانت قديمه وريحتها ريحه الخز والتراب. كان مكتوب فيها بواحد الخط: يا ابني، ليلى ليست عدوك، ليلى هي المرآة، لا تذهب لجامع السنة، ندى تعرف الطريق للغار القديم، اسألها عن ليلة القبض على الظل. هزيت عيني في ندى ولقيتها رجعت اللور خطوة ووجهها تبدل، ولات كتشوف في الواقع بحال شافت الموت. قلت لها: ندى، اش كيقصد الوالد؟ واش كاينه شي حاجه ما قلتيهاش ليا؟ شنو هو هاد الغار وشنو هي ليلة القبض على الظل؟ ندى بدات كترعد وقالت لي وهي كتشوف جهه راس الدرب: كورو، الوالد ديالك كان كيعرف كثر من القياس. ليلى ما كانش باغا تخرج لكازا، هي كانت باغا غير ترجع لاصلها، والغار القديم هو فين دفن باك الكرني الاول قبل ما يتفرق. لا خفلها، بدات الضبابه كتزير علينا، واحد الريحه ديال المداد بدات كتطلع من القوات، وسمعنا صوت التزيار ديال البيبان ديال الحوان كيتحلوا بوحدهم في الشارع. ندى شدات في يدي بجد، ولكن هاد المره يديها كانت بارده اكثر من القياس. قالت لي: يا غورو، الا شفتي ليلى دابا ما تهربش منها، شوف في عينيها مزيان وغتعرف شكون انا وشكون انت. قبل ما نفهم والو خرجوا من وسط الضبابه خيالات لابسين جلال بكحلين، وجوههم ممسوحه بحال مصلوحين بالمصلوح. كانوا هازين في يديهم قناديل شاعلين بالضو الزرق. واحد منهم قرب منا وصوتو كان كيخرج من صدرو ماشي من فمو: مرحبا بالوالد، مول الغاب كيتسناك في العكاب ديال الدار القديمه. ندى، انتي وقتك سالا. ندى شافت فيا بواحد الشوفه ديال الوداع وبدات كتلاشى وسط الضبابه بحال كانت مصنوعه من الدخان. غوط بصوتي كله: ندى، لا. لقيت راسي بوحدي وسط الزنقه محاصر بدوك صحاب الجلابات. واحد منهم مد ليا يدو وقال: تفضل السي غورو، غنمشيو لضرب السلطان فين كلشي بدا وفين كلشي غيسالي هاد الليله. تمشيت وسطهم بحال جنازه. صحاب الجلابات ما كيهضروش، غير غاديين بخطوات ثقيله، والقناديل الزرقاء في يديهم كترسم خيالات طوال فوق الحيوط. وصلنا لضرب السلطان وبالضبط قدام الدار اللي كبرت فيها. الزنقه ما كان فيها حتى شي هد، كان عا السكوت والصمت، والضو ديال البولات كان طافي الا الباب ديال دارنا اللي كان مفتوح وشاعله فيه واحد الشمعة في العتبه. دخلت لقيت الدار متبدله، الريحه ديال البخور الجاوي كانت قاطعه لدرجه كتدوخ. صحاب الجلابات وقفوا وسط الدار وهبطوا راسهم. واحد منهم شيل لجهة لاكاب اللي كانت تحت الدروج، البلاصه اللي كان الوالد كيسد عليه فيها وكيقول لينا ما تقربوش لهنا. هبط للدروج وكل درجه كانت كتزير تحت رجلي. فاش وصلت لتحت لقيت واحد البيت كله ورق ملصقين في الحيوط، صفحات من الكرني الكحل وصور قديمه وخيوط ديال النحاس مربوطه من القند للقند بحال البيت ديال العنكبوت. وفي القند كان جالسه ليلى، ما كانتش وحش وما كانتش خيال، كان جالسه فوق كرسي ديال العود وكتخيط في واحد الثوب بيض طويل. هزت راسها فيا وشفت في عينيها كانوا كيشبهوا العينين ندى، ولكن فيهم واحد الحزن كيقطع القلب. قالت لي بصوت حنين ومرزن: جيت يا غورو، كنت عارفه بلي ندى ما تقدرش تكمل الطريق. ندى هي الخوف ديالك وانا هي الحقيقه ديالك. واش عارف داك الكفل اللي كان خيط فيه بسميت دريس الوالد ديال من؟ قلت لها وانا صوتي كيترعد: ديال الوالد اللي غبر في 99،
إلا ضحكات وقالت الوالد ديالك ما غبرش أكورو. الوالد ديالك هو اللي راه كيخيط معايا دابا. شفت وراها وبان ليا واحد الخيال جالس في الظل، هاز إبرة وخيط وكيخيط في نفس الدوب. فاش قربت الشمعة و جمت في بلاصتي، داك الراجل كان كيشبه ليا بواحد الشكل غريب، ولكن وجهو كان كله مداد كحل وعينيه مسدوجين بخيط ديال النحاس. قال لي بالصوت جاي من وسط صدرو: ولدي، الكرني ما خاصوش يتمسح، الكرني خاصو يتشرق. الا مسحتيه كتدفل الحقيقة، وإلا خليتيه كيعيش الكابوس. الحل هو الصفحة 18، الصفحة اللي ما عمرها تكتبات. ليلى وقفات ومدات ليا المقص ديال الخياطة وقالت: شرق الكرني يا كورو، سرقو بيديك الكحلة وحررنا كاملين من هاد الغار، وإلا ما درتيهاش قبل ما يدل الفجر غتولى انت هو اللي جالس في هاد الكرسي وكتخيط في كفن كازا ل100 عام اخرى. حسيت بلارض بدات كتحرك، الضبابة بدات كتدخل اللاكاب من تحت الباب، وسمعت الصوت نادا كتغوت من بعيد: كورو ما شركش، الا شركتي غتسرق معاك المدينة. كنت واقف بين المقص والكارني وبين ليلى ونادى. يدي الكحلة بدات كتغلى والوقت كان كيسالي. هزيت المقاس وحطيت الكارني فوق الطبلة، شفت في ليلى وشفت في الوالد اللي مسدودين عينيه. غمضت عيني وسمعت أول الله أكبر ديال الفجر كان كيودن في الجوامع ديال درب السلطان. ضربت بالمقص وسط الكارني الكحل بكاع جهدي اللي عندي، ما طرا لا تفرقي على والو. اللي طرا هو واحد السكات بحال العالم حبس فيه النفس. وفي ديك اللحظة حسيت بالمداد اللي كان في يدي كيتجبد بقوة وكيتخوى كامل وسط ديك التقطيعة اللي درت، بحال الكارني كان عطشان وشرب دم أركون كامل. حليت عيني لقيت راسي واقف بوحدي وسط طالق جيمة. ليلى غبرات والوالد ما بقاش، وحتى المقص داب في يدي. الشمس بدات كتشرق والضو ديالها ضرب في الارض وبان ليا الكارني الكحل ولا عبارة عن رماد بيض. هبطت الزنقة وانا كنهج، لقيت الناس غادي للجامع كيتمشاو عادي بحال ما طرا والو هنايا. ولكن فاش جيت نشوف واحد المراية ديال الحلاق اللي في راس الدرب جمدت في بلاصتي. وجهي كان هو ولكن عيني كانت فيهم واحد النقطة كحلة صغيرة كالضوء، بحال الكارني ما تمحاش وإنما تسكن داخل ديالي. مشيت وانا كنسمع صوت نادا كيهمس في ودني من بعيد: درتيها كورو، سديتي الكتاب. ولكن دابا انت هو القصة.